السوشيال ميديا مش مجرد صور وفيديوهات، دي منصات غيرت حياتنا بالكامل. أي حد النهاردة غني أو فقير يقدر يطلع يشارك أفكاره ويبني اسمه ويحقق نجاحه. بس السر مش في الكاميرا الغالية أو التصوير الاحترافي، السر في إنك تعمل شغلك صح وتنافس الأجانب اللي بقوا محترفين جدا في اللعبة دي. الريلز كسرت الدنيا، أسرع وأقوى بكتير من يوتيوب، واللي فاهم اللعبة بيكسب حتى لو متابعينه مش بالملايين. السوشيال ميديا حاليا ما عادتش منصة للترفيه بس، دي بقت منصة للربح والتأثير. ده حصل ازاي وازاي ممكن نستفيد منه؟ هنعرف كل حاجة وهنعرف ايه الخفايا واسرار السوشيال ميديا. مش للدرجة دي يعني، عادي خالص. اول نمسح حاجة زي كده. السوشيال ميديا هي اقوى منصات، ان هي كذا حاجه زي انستجرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب اللي طالعين عليه ده. كل الحاجات دي السوشيال ميديا عادي تقدر تدخل عليها تعمل فيديوهات وكده. ازاي بقى السوشيال ميديا سيطرت على الاعلام والمحتوى وكل الحاجات دي؟ تعالوا بقى احكي لكم ايه اللي حصل في 2020 اللي خلى الناس توصل من الصفر للنجاح في السوشيال ميديا. 2020 زي ما انتم عارفين حصل الكورونا. بعد ما الكورونا حصلت بقى كل الناس قاعده في البيت فاضيين، مفيش اي حاجه يعملوها. فايه اللي ممكن يعملوه؟ يطلعوا على السوشيال ميديا يتكلموا، يعملوا قصد بتاع مش عارف يعملوا ايه. وده اللي خلى ناس تبدا من الصفر خالص لحد النجاح، عشان بقى ايه؟ الناس كلها فاضيه فبيتفرجوا على اي حاجه. واللي خلى اصلا الناس دي تتشهر ان معظمهم ناس عاديه خالص، ناس بتشارك حياتها عادي، مش ناس بتجيب كاميرات بقى غاليه وبتاع. احنا طبعا لان محتوانا التصوير فنجيب كاميرات غاليه، نجيب موديلات غاليه، ومفيش حد بيعمل متابعه ولا اشتراك ولا لايك ولا اي حاجه. الناس كانت بتصور بموبايلاتها، الناس كانت بتصور باي حاجه معاها عادي. فده اللي خلى الناس تحس ان ايه؟ ناس عاديه زينا هم، مش ناس بتحاول تبقى اكتر مننا او ناس بتحاول تبقى عاليه قوي عننا. فده اللي خلاهم يتشهروا اكتر وكده. حاليا السوشيال ميديا منصه تقدر تطلع عليها تتكلم، تقول حاجه مضايقاك، تحكي حاجه حصلت معاك، تحكي اي حاجه، تقول انا النهارده حصل معايا كذا، انا النهارده في حاجه مضايقاني كنت عايز اقول عليها كده يعني. الريلز ضد يوتيوب، ده بقى اللي حصل بقى في الوقت ده، ان الريلز تقريبا كل الناس بتتفرج على ريلز، وقال يوتيوب الناس بتقل عليه جدا، مع اني بحب يوتيوب اكتر بكتير جدا من الريلز يعني. الوقت ده بقى ايه اللي حصل؟ الناس بقت بتحب السرعه، الناس بقت بتحب المحتوى السريع، الفيديوهات السريعه اللي نص دقيقه دقيقه، وعايزين يجروا بسرعه كده وخلاص يلا بسرعه. فالخوارزميات بتاعت تيك توك وانستجرام قضت على يوتيوب تقريبا، لان الناس زي ما قلت لكم بتحب المحتوى السريع. يلا بقى بسرعه كله بيشتغل المحتوى السريع. وحتى يوتيوب نفسه بقى فيه شورتس، يوتيوب شورتس ده محتوى سريع برضه وكل الناس بتتفرج عليه. العادات بتاعه المشاهدين الدنيا اتغيرت، الوقت قل والتركيز قل. الناس بقت بتحبش تركز اصلا، بتكسل تركز لان خلاص بقى يلا ليه ده اللي كده اهو. وجوده التصوير قلت والناس ما عادتش مهتمه بجوده التصوير بقى والكلام ده. انا لسه مهتم بجوده التصوير جدا وههتم بيها لحد ما اول ما نخلص بقى الحياه دي ونشوف بقى نروح الجنه ولا النار ولا هنعمل ايه. ان شاء الله الجنه ان شاء الله. في موضوع كده انا كنت عايز اقول لكم قبل كده، ان انا قبل ما ابدا محتوى كنت عايز اعمل المحتوى ده بالانجليزي. فكنت هعمل المحتوى ده بالانجليزي، اصلا كنت بستهدف الناس الاجانب وكده. فكرت شويه لقيت ان لا، ليه كده يعني؟ طب ما كل الاجانب بتعمل الموضوع ده، ايه ما فيش حد عربي بيعمل الموضوع ده وكل الناس تتفرج عليه؟ فجات لي بقى الفكره اعمل انا المحتوى العربي بطريقه احترافيه بجوده احترافيه. فيلا بقى نبدا كده. انا كده عندي شويه وقت، ممكن الوقت ده انا نستخدمه في صناعه السوشيال ميديا. بالنسبه لي انا الاجانب محترفين جدا في الموضوع ده، وانا بقى لما عايز اتعلم فوتوشوب، عايز اتعلم مونتاج، عايز اتعلم تصوير، اتفرج على ناس اجانب على طول، ما اتفرجش على مصريين ولا عربي ولا عرب ولا الحاجات دي، لان هم مش محتواهم مش احترافي. انا بحب المحتوى الاحترافي، بحب المحتوى السينماتيك، بحب المحتوى مش سينماتيك قوي برضه يعني، بس بحب المحتوى اللي جودته احترافيه، الكلام احترافي وكده. طبعا انا لسه ببدا فلسه مش كلام احترافي ولا حاجه، لسه جودتي مش احترافيه شويه، بس بحاول برضه. انا شايف ان في ناس مصريين وعرب ممكن يكونوا انجح بكتير جدا من الناس الاجانب، بس ايه، احنا بنحب نتفرج على الاجانب لان محتواهم احسن بكتير، فاحنا اتعودنا على الموضوع ده. بس على فكره في ناس عرب ومصريين بتفرج عليهم برضه كويسين جدا ومحتواهم كويس جدا وجودته احترافيه وكلامهم احترافي. اقول لك بقى ايه ليه الاجانب ناجحين شويه في الموضوع ده؟ عندهم جوده تصوير كويسه، مونتاج كويس، بيجيب لك كده حاجات كويسه. انا بحاول اعمل زيهم اهو، عشان انا بتفرج عليهم فعشان كده بحاول اعمل زيهم. تنظيم المحتوى بطريقه احترافيه، ينظموا الكلام، ينظموا وقت التصوير، ينظموا الحاجات دي. احنا طبعا انا لسه قايم من عصير حالا، وعندهم التزام بالخطط
وخطط تسويقيه برضو حلوه جدا بتاعتهم، عندهم خطط تسويقيه كده عظيمه. واهم حاجه الاستمراريه، لان الاستمراريه من غيرها ولا هتعمل اي حاجه. هم اهم حاجه عندهم الاستمراريه، مش استمراريه يعني تنزل كل يوم، استمراريه يعني تنزل كل اسبوع في يوم معين انت بتنزل كل اسبوع، فلا تنزل فيه كل اسبوع ما توقفش، تنزل كل يوم ما توقفش، تنزل كل شهر بس تنزل كل شهر ما توقفش، لو تنزل كل سنه بس كل سنه وما توقفش. العرب ممكن ينافسوا الاجانب ويبقوا احسن منهم بكتير جدا، وانا شايف كده جدا، بس لو عملوا شويه الحاجات دي وهم ان هم يفكروا ابداع شويه، يعني خلاص بقى يعني في شويه حاجات تانية ممكن تعملوها غير اللي انتوا بتعملوها. مش قصدي تغيروا المحتوى، ممكن تعملوا نفس المحتوى بس بطرق اذكى شويه، يعني اسلوب جديد كده بقى ايه، نشوف مش كله زي بعضه، بس اسلوب جديد مرتب منظم، حاجات عاديه خالص. يعني لو سينماتيك شويه، انا بحب السينماتيك جدا، يعني اهدى على محتوى واحد، يعني ما تفضلش تدخل في محتويات كتير كده. انا طبعا اول واحد بدخل في محتويات كتير، بس اللحظه المنتظره بقى ازاي تعمل فلوس من السوشيال ميديا. انا مش عارف انا بتكلم يعني، انا حاسس ان انا واحد قاعد ببيع عقارات. في الاول بقى كده في طريقتين مفيش غيرهم في انك تجيب فلوس من السوشيال ميديا، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره. الطريقه المباشره بكل بساطه انك بتعمل فيديوهات على اليوتيوب، بتوصل لرقم معين 1000 مشترك و4000 مشاهده تقريبا، حاجه كده. اول ما توصل للحاجات اللي اليوتيوب طالبها منك، بيبدا يقول لك بقى انت ممكن نحط اعلانات على فيديوهاتك، والاعلانات دي احنا ناخد منها نسبه وانت نسبه، انت كسبان وهم كسبانين وكله كسبان، بس انت بتاخد فلوس مع الفيديوهات انت بتعملها بس. وبرضه كده في الانستجرام، بس مش في مصر، لان بره مصر بيعملوا كده، وفي تيك توك برضه نفس الحاجه بس مش في مصر. الطريقه بقى التانية اللي هي الطريقه غير مباشره، واللي انا بحبها اكتر بكتير لانها بتجيب فلوس اكتر شويه، ممكن تجيب فلوس اكتر على حسب انت بتعمل ايه. الاعلانات والشركات، انت بتعمل اعلان لشركه جوه الفيديو بقى، مش اليوتيوب بيحط الفيديو على الفيديو بتاعك، لا انت جوه الفيديو، انت بنفسك تطلع تقول على السبونسر بتاع النهارده اسمه كذا، شركه كذا، تطبيق كذا، زي السبونسر اللي هنتكلم عليه دلوقتي وهو انا، عشان انا ما عنديش سبونسرات والله، ما فيش حد بيكلمني مش عارف ليه. انا موجود اهو يا جدعان، حد يكلمني سبونسر كده ولا اي حاجه. المهم هعمل سبونسر لنفسي، انا نور الدين، مصور، بصور صور في الاول، بقيت بصور فيديوهات، بقيت بعمل محتوى، بحاول اشتغل كويس، بحاول اقدم محتوى احترافي، بحاول اقدم تصوير احترافي للعملاء، واي حد عايز يشتغل معايا يلا. شفت ده اعلان اهو عملته في ثانيه، بيتكلم عن شركه معينه او منتج معين او تطبيق معين، بتعمل خدمه، فانت بتتكلم عنها كاعلان، والشركه طبعا اللي بتكلمك وتقول لك اعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا. ممكن بقى ايه تعمل سبونسر لنفسك انت، زي ما عملت حاجه انك عندك منتج او عندك خدمه بتقدمها، تقول انا عندي كذا وكذا وكذا، وعندي بقى كذا وكذا وكذا، وبقدم كذا وكذا وكذا، او ببيع كذا وكذا وكذا، واللي عايز يشتري مني انا موجود اهو، وبعمل الموضوع ده يلا. او تبني بقى ايه علامه شخصيه او بيرسونال براند. العلامه الشخصيه يعني انك ايه، انت عندك دلوقتي شركه صغيره لسه بادئه، عايز تعلن عنها، تقول يا جماعه انا عندي شركه بعمل كذا. طبعا مش هتقول زي ما انا بقول كده، انت تفكر بقى بطريقه احترافيه شويه، في طرق كتير احترافيه ممكن تعملها. او انت واحد عايز تشتغل في شركه، فتقول يا جدعان انا عندي خبره في كذا وكذا وكذا، انا ممكن اشتغل في الشركه دي، لو الشركه قبلت انا موافق، انا موجود، اقدر اشتغل معاكم كده. بس اهم حاجه تبني محتوى نظيف منظم منسق حلو ينفع يتشاف، مش زي الحاجات اللي بنشوفها دي. عايز بقول لك حاجه، اللي عايز يجيب فلوس من السوشيال ميديا بيجيب عادي، حتى لو متابعينه قليلين، بس هو يحاول بس. يعني في فيديوهات كده كتير بتشرح الموضوع ده، لو انت عايز تتعلم على يوتيوب طبعا، وناس اجانب مش ناس عرب للاسف، في ناس عرب، في ناس عرب بس قليلين جدا. انا بالنسبه لي لو هتفرج على حاجه زي دي هتفرج على ناس اجانب، لان هم بيشرحوا احسن للاسف. مستنيكم انتوا بقى لما انتوا تعملوا فيديوهاتكم وتعملوا بقى حاجات قويه كده واحترافيه. عايزين بقى ايه الناس الاجانب هم اللي يتعلموا عربي عشان يتفرجوا علينا، مش احنا، مش العكس، مش احنا اللي نتعلم انجليزي عشان نتفرج عليهم. فانا بقول لك دايما اهو ابدا محتوى، لانك لو ما بداتش النهارده بمزاجك تبدا بكره مش بمزاجك او غصب عنك. ودايما برضو محتوى منظم مرتب احترافي بجوده كويسه، مش لازم سينمائي عادي، بس ايه اهم حاجه جوده كويسه، محتوى احترافي، محتوى منظم، فكره حلوه، مش اي كلام وخلاص. محدش يطلع يقول لي ايه ولو خيروك في كذا وكذا، لا ده اسمه هبل، ده حاجات اطفال دي. عايزين بقى ناس بتعلم فعلا، ناس نستفاد منها اكيد. يعني كل واحد عنده حاجه بيفهم فيها كويس، حاجه بيعملها كويس جدا، يطلع يشرحها بكل بساطه خالص واحترافيه، واهم حاجه الاستمراريه. فبقى الدنيا بتضلم، فاظن خلاص زي ما قلت لكم محتوى السوش. عايزك بقى تبدا حالا بقى، يلا قوم كده جهز حاجتك وعامل لك فيديو، جهز لك سكريبت حلو
منظم ومرتب وفكرة حلوة بس قبل ما تقوم بس كده على طول في زرار كده تحت اسمه اشتراك تقريبا ولايك، تعلق برضه لو عايز، وممكن تشارك الفيديو لو عايز يعني. وفي فيديوهات تانية كان موجودة برضه لو عايز تتفرج عليها، فيديوهات جاية لسه لو عايز تتابعني وتشوفها بعد كده عن التصوير وصناعة الأفلام وشوية أفلام قصيرة وكده. فيلا بقى عشان احنا هنبقى بالليل، محبش بالليل. يلا السلام.